وسهلا بيك يا اسراء في ثالث تحدي عندنا النهارده، تحدي نشنها. عارفه مدافع رمضان؟ اعرفها. احنا جبنا لك بدل الواحد 2. الجون ده فيه دوائر حمراء ودوائر زرقاء. الدوائر الزرقاء لو جبت فيها كوره من دول تاخدي 100 نقطه، والدوائر الحمراء لو جبت فيها كوره من دول هتاخدي 50 نقطه. وعشان تعدي التحدي ده وتروحي للعقبه اللي جايه عشان تقرري اذا كنت هتاخدي 750,000 جنيه ولا لا، مطلوب منك تجيبي 100 نقطه، يعني يا دايره زرقاء يا دايرتين حمر. انا مش فاهمه بس ايه يعني كلمه مدفع مخوفاني، بس ان شاء الله المدفع ده احنا بنحط فيه ماده معينه مش أوكي. هينفع نقول عليها للناس. بعد ما بنحط الماده دي بنحط الكوره، بعد كده حضرتك بالولاعه، وبعد ما تحددي النشان بتاعك تولعي تقولي مدفع الافطار. لسه ما شفتيش حاجه. 3 2 يا رب يا رب يا رب يا رب. لا مش عايزه تاني بالله. ما انت مش هتاخدي ال 750,000 جنيه دول كده. جاهزه؟ ماشي يلا. بسم الله يا رب. 2 يا رب يا رب يا رب يا رب. لا والنبي لا. عايزه يحيى؟ يحيى؟ تعالى يا يحيى، تعالى يا يحيى. انا بره ومرعوب اصلا. 750,000 جنيه ما بتاخدوش بالساهل. يلا جاهزين؟ حطوا النشان اللي انتوا عايزينه. ماشي يلا. 3 2 اوف ايه؟ كانت كلوز. انت متأكد؟ اه. خلي بالك هتطلع في السقف. لا 3 2 1. اللي بعده مفيش وقت. خش يا رجاله عمروا اللي بعده بسرعه، علشان دي ما اخدتش وقت فبتطلع ضعيفه. طب انا ذنبي ايه؟ انا اتمنى تخلصوا الكور من غير ما تجيبوها. إيه شمال دي ان شاء الله هتخلص. 3 2 1. ده جاب ال 100 مره واحده. يا نهار ابيض. دي مشيت ازاي؟ انا صحيح نفسي اعرف مين اللي امه ده عياله وهيتجوزني، بس برضه نفسي اعرف امتى هيحصل اهم حدث في حياتي، نفسي استعد له. اسراء مالك قاعده متضايقه كده ليه؟ ماما انا من ساعه ما تيتا ماتت وانا حاسه ان انا وحيده قوي، نفسي حاجه حلوه بقى تحصل لي. طيب ولو قلتلك ان انا حامل في الشهر الاول؟ بجد يا ماما؟ ايوه، واحساسي بيقولي انها بنوته. اخيرا بعد 18 سنه هيبقى عندي اخوات. الله شكلها زي القمر. انا هسميكي ملك. ازاي ده مش اهم حدث في حياتي؟ يلا يا اسراء اتاخرنا. حاضر يا ماما، بغير لملك وجايه اهو. يلا. ايه رايكم بقى في الخروجه؟ هو في احلى من التمشيه على النيل؟ مبسوطه يا ملك؟ للاسف احنا دورنا في النيل كله وما لقيناهاش. انا اسفه يا ماما، انا اسفه والله ما كانش قصدي. عداد مقرف، ازاي يكون في حدث اهم من موت ملك؟ اسراء يا حبيبتي ربنا عوضنا، هيجيلك اخت جديده. بجد؟ الحمد لله. يلا خدي اختك بقى عشان تسميها. معقول انت اهم حدث في حياتي؟ بس اشمعنى بقى انت مش ملك؟ خلاص هسميكي كارما. مبسوطه يا كارما؟ اجيب لك ايس كريم؟ ابعدي عني، انت عايزه توقعيني من فوق الكوبري تاني. ماما الحقيني. في ايه؟ هو في حد حكى لكارما الحادثه اللي حصلت لملك؟ انت بتهزري يا اسراء؟ اكيد لا طبعا. امال هي ازاي قالت لي انت عايزه ترميني من فوق الكوبري؟ معقول يا اسراء كارما الصغننه تقول كده؟ انت اكيد متاثره بموت ملك، اكيد بيتهيألك. يمكن. كارما بصي اللعبه اللي جبتها لك. لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو. كارما انت سمعتي الاغنيه دي فين؟ انت يا اسراء كنت بتغنيها لي وانا صغيره. لا انا ما غنيتها لكيش، انا كنت بغنيها لملك. من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء. بابا ارجوك اسمعني. في ايه يا اسراء؟ فاكر الاغنيه اللي انا كنت بغنيها لملك؟ سمعت كارما بتغنيها. طب وايه المشكله؟ المشكله ان انا لما سالتها انت سمعتيها فين قالت لي ان انا كنت بغنيها لها وهي صغيره. طب ما يمكن تكوني غنيتيها لها فعلا ونسيتي. مستحيل، الاغنيه دي لملك، مستحيل اغنيها لحد تاني. اسراء انا هاخد بالي من كارما النهارده. خش انتي ريحي. كارما يلا عشان هتتغدي. كارما هي راحت فين؟ كارما. انا كمان بحبك قوي. كارما انت بتكلمي مين؟ بكلم صاحبتي. صاحبتك مين؟ مفيش حد في الاوضه. لا في، قدامك اهي. بتقولي ايه؟ بتقولك الخاتم اللي ضيعتيه هتلاقيه واقع ورا السرير بتاعك. انا دورت كتير قوي على الخاتم ده وما لقيتهوش. الخاتم ده ضاع مني لما كنت انا وملك بس اللي في البيت. مرضتش اقول لبابا وماما عشان ما يزعقوليش. ملك بس اللي تعرف اني ضيعت الخاتم ده. كده كتير، وكمان بابا وماما مش مصدقيني. لازم اكلم ريم صاحبتي، هي الوحيده اللي هتقدر تساعدني.
صدقيني يا ريم انا مش بيتهيألي. بصي انا هصدقك في حاله واحده بس. حالة ايه؟ نفذي اللي هقولهولك ده بالظبط. كارما، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ نعم. ينفع تدي القلم ده لصاحبتك؟ هي مش جنبي دلوقتي، امال هي فين؟ وراكي. طب انا اسفه يا كارما، انا مش شايفاها. اديهولها انت. اديتهولها. خليها تشاور بالقلم ده عليا. طب خليها تشاور بالقلم ده على ملك. ريم الحقيني، حصل اللي انت قلتيلي عليه. خلاص يا اسراء احنا كده اتاكدنا. اتاكدنا من ايه؟ للاسف روح ملك ما ارتاحتش لحد دلوقتي، ملك اكيد لسه متضايقه من اللي حصل. فسكنت جوه جسم كارما عشان تنتقم منك. تنتقم؟ بس كده كارما مش هتعرف تعيش. ارجوكي يا ريم، ارجوكي ساعديني. انا هاجي معاكي النهارده وهتصرف. كارما سلمي على صاحبتي ريم. اسراء بلاش، ما تعمليش فيا كده. ليه بس يا كارما بتقولي كده؟ انا مش هعمل حاجه. ريم اتصرفي. ما تقلقيش انا هتصرف. حبيبتي ينفع تخليني اكلم ملك؟ لا. ريم انت كويسه؟ اسراء، ملك عايزه تقولك حاجه. ملك؟ اسراء انا ملك، انا اسفه اني خوفتك، انا جيت عشان انتي وحشتيني. انت كمان وحشتيني. ما تخافيش، انا عارفه ان ما كانش قصدك توقعيني من فوق الكوبري، انا بحبك. انا بحبك. انا خلاص همشي من نفسي، بس ينفع اطلب طلب؟ ايه يا حبيبتي؟ عشان روحي ترتاح، حبي كارما زي ما كنتي بتحبيني. حاضر. لعنة اليوم، هو اليوم باين من اوله. عايشة على الطاقة الشمسية ليه؟ هو انا نبتة ملوخية؟ يا رب ارحمني. صباح الخير. ايه ده يا ماما، انت قافلة الستاير ليه؟ يا بنتي الشمس شديدة هنفطر. مش احسن ما انا اللي افطس؟ افتحي يا ماما الستاير بعد اذنك. ايه ده؟ انت عايشه على الطاقه الشمسيه؟ خلاص يا ماما ما تفطرياش، هي هتعمل بناء ضوئي. بس يالا اسكت يالا، مش احسن ما ابقى زيك عايشة على طاقة الرياح؟ حاسب يالا لحسن تستهوى. سلام. اسراء اوعي تسلمي على رنا، ايه ده ليه يعني؟ اصلها عايشة على طاقة الحسد، لو سلمتي عليها هتديكي عين اسخن من العين السخنة. هي فعلا طول عمرها عينيها مدورة. يا لهوي، مدة الامتحان ساعتين؟ كل واحد يبص في ورقته، اللي هلمحه بيبص في ورقه غيره هعمل له محضر غش. مفيش شمس داخله اللجنه خالص، وانا طاقتي عماله تقل. مستر ممكن اروح الحمام؟ الحركات دي مش عليا، انا بقالي 20 سنه براقب وعارف ان انت رايحه الحمام تغشي. لا والله يا مستر، انا عايشه على الطاقه الشمسيه وطاقتي عماله تقل. مش مشكلتي، كنت تشحني قبل ما تخشي اللجنه. مستر انا خلصت اخيرا. شمس. اسراء شفتي الخبر اللي نزل؟ ايه؟ بصي بسرعة، هيحصل كسوف للشمس لمده يومين. طب انا هاكل ايه دلوقتي؟ قصدي هعمل ايه دلوقتي؟ لازم تشحني النهارده كويس قوي، خدي لك ضربة شمس على الماشي. هعمل كده وامري لله. الحمد لله اني عايشة على طاقة الضلمة. ما انت لازم تتريقي، ده انت بتشحني وانت نايمه. ايه يا صرصوره واقفه في الشباك ليه بقالك 6 ساعات؟ وشك بقى شبه الطماطمايه. مش عايزه اسمع صوتك خالص. احسن عشان تبقي تتريقي على طاقه الرياح بتاعتي، على الاقل انا لو اتزنقت هقف قصاد المروحه شويه وخلاص. اشمت والله لو اوريك. اول يوم بدأ، انا لازم احافظ على طاقتي. اسراء مش هتيجي معانا حفلة كايروكي؟ لا للاسف. ايه ده ليه يا بنتي؟ الحفله عايزه فرهده وتنطيط وانا طاقتي يا دوبك. فكري، على فكرة بقى احمد هيبقى هناك. بجد احمد هيبقى هناك؟ ايوه هو مأكد عليا. فكري. فكرت مش هينفع. الحمد لله اول يوم خلص وطاقتي 50%. اريح النهارده في البيت بقى. حس انك مش نازلة، قومي اغسلي لي المواعين يا ماما. ونفضي السجاد يا ماما اصبري. وتشقلبي لك كده 5 مرات في يا الصالة. ماما انا كده طاقتي هتخلص. انت بتعصي امك؟ طب قسما خلاص هقوم. اخيرا اليومين خلصوا، ان شاء الله بكره الشمس تطلع واشحن. اسراء الحقي في مصيبه. ايه تاني؟ كسوف الشمس هيقعد يوم كمان. يا لهوي انا كده رحت في داهيه، مش هعرف اشرب شاي بلبن تاني. هو ده اللي همك؟ هدومي وشنطي للبيست فريند، وجهازي لاخويا زياد وامري لله. اسراء عندي ليكي حته خبر. مش مهم خلاص، انا كتبت وصيتي وكتبت لك فيها جهازي يا عم. بطقم الاريكو بايركس. بالاريكو بايركس. للاسف بقى انا لقيت لك حل. بجد ايه هو؟ لقيت لك شاحن شمسي اونلاين، انما ايه طلبته هيجي بكره ان شاء الله. على اخر الزمن هتحط على الشاحن؟ ست احمدي ربنا بقى. هو اتاخر كده ليه؟ اسراء هو الحلل اللي في جهازك تيفال ولا جرانيت؟ هو انت مش رحت تستلم الشاحن؟ لا ما احنا هتنصب علينا وبعتوا لنا كيس ملوخيه مكانه. انا قلت من الاول انا نبتة ملوخيه كده، ما فضليش الا حل واحد. ماما اللي عايشه على طاقه غسيل المواعين. عايزه ايه يا بت يا شمسيه؟ ماما انا خلاص هفصل شحن، اول لما الكسوف يخلص تطلعيني بره في الشمس عشان اتشحن. الله الحلة بتبرق. ماما انت مركزه معايا ولا مع المواعين؟ مع المواعين، اقصد معاكي طبعا. سلام يا ماما. اغسل. ماما هو احنا مش ناسيين حاجه؟ الاكل على النار. لا يا ماما مش للدرجه دي، حاجه مش مهمه. ماما شكرا انك افتكرتيني. افتكرتك طبعا، بس شوفي هتلمي اللي فاتك في ال10 سنين دول ازاي بقى.
3 2 1. ازاي انا اهلي كلهم صيادين، مستحيل ابقى فريسه. يا اسراء العلامه جاتلك؟ لا يا ماما، لسه العلامه ما ظهرتش. انا لازم اخبي العلامه دي باي حاجه قبل ما اي حد يشوفها. لو اهلي شافوا العلامه دي ممكن يموتوني، بس انا مش هخلي اي حد يعرف. حبيبة قلب بابا جالها ايه؟ صيادة طبعا. اكيد يا بابا، انا بنتك لازم ابقى صياده. بالمناسبة دي يلا نطلع كلنا رحلة صيد. لا يا زياد، خليها يوم تاني. لا يلا بينا دلوقتي، احنا لازم نعلمك، انت جديدة في الموضوع. برافو يا زياد، انت بقيت شاطر قوي في الصيد. يا ماما دي اقل حاجة عندي. طب انا وشي اتبهدل تراب من الغابه، هروح اغسله. ليه يا اسراء؟ دول شوية تراب يعني. وانت مالك انت يا زياد؟ يا لهوي انا مش لاقيه الكونسيلر. اسراء اتأخرتي. ايه ده؟ ايه العلامة اللي على وشك دي؟ انت فريسة؟ الحق يا بابا. زياد ارجوك ما تقولش لبابا، انت اخويا. بابا في ايه يا زياد؟ بنتك فريسة وبتكذب علينا. اسراء بنتي. امشي من هنا بسرعة يا اسراء، انت مش هتعيشي معانا تاني. بابا ماما، انتوا هتتخلوا عني. قدامك 3 ثواني، لو ما مشيتيش هتكوني الفريسة بتاعتنا. انا خلاص بقيت لوحدي. الحقوا يا جماعه، في فريسه هناك لوحدها اهي، تعالوا نقسمها احنا الثلاثه. لا ارجوكم. مين عليه الدور في الصيد النهارده؟ انا هصطادها. هو ايه اللي حصل؟ انت؟ ايوه انا يا اسراء، ما تقلقيش، انا كنت بقول لهم اني هصطادك عشان اعرف انقذك منهم. عمر، انت شكلك اتغير قوي على المدرسه. وانت ما اتغيرتيش، لسه اموره زي ما انت. بس انت صياد يا عمر، وغلط تصطاد الصيادين اللي زيك. عارف، بس انا كنت هعمل اي حاجه عشان انقذك. شكرا بجد يا عمر. دول اهلي، ما ينفعش يشوفوني يا عمر، ما ينفعش. اعملي نفسك ميته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعي اللي بقولك عليه بسرعه. الحقي يا ماما، دي اسراء ميته وفي صيادين ميتين برضو. اسراء بنتي. ايه اللي حصل؟ اهربوا بسرعه، في صياد مجنون عمال يصطاد اي حد في طريقه سواء كان فريسه او صياد. يلا نمشي يا سمر، اسراء ما بقتش من عيلتنا. الحمد لله مشوا يا اسراء، يلا بينا نهرب بسرعه. عمر احنا ماشيين بقالنا كتير، هو احنا رايحين فين؟ هنروح عند الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك. مين ده؟ حد اعرفه ممكن يغير علامتك من فريسه لصياد. بجد؟ ايوه. اسراء انت لسه عايشه؟ زياد ماما وبابا فاكرينك ميته. ارجوك يا زياد ما تقولهمش ان انا عايشه. ماشي، بس امشي من قدامي دلوقتي يا اسراء بدل ما اخلي اللي هم فاكرينه حقيقه. عمر اكيد هيقول لهم ان انا عايشه. ما تقلقيش، احنا وصلنا خلاص. هتعرف تغير العلامه؟ ايوه بس بشرط واحد. ايه هو؟ لازم تبدلي مع حد، هو كمان علامته هتتحول من صياد لفريسه. هبدل مع زياد اخويا. اسراء انت متاكده؟ اهلك هيتخلوا عنه هو كمان؟ لا مستحيل، هو ابنهم المفضل وبيحبوه اكتر مني. متاكده؟ تقدر تبدا. تقدري تشوفي العلامه دلوقتي. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ العلامه بقت سودة، ده معناه ايه؟ انا عارف زياد اخوكي، ومستحيل كنت اسيبك تعملي كده معاه. عمر انت قلت ان هو هيساعدني. انا ساعدتك فعلا، العلامه السوداء معناها ان انت ما تقدريش تصطادي. انت عايز تشلني؟ ما انا كنت فريسه وما اقدرش اصطاد. ولا حد يقدر يصطادك، انت كده محميه للابد. طب لو حد فكر يصطادني؟ الموضوع هيتقلب عليه وكانه كان بيصطاد نفسه. اسراء انا مبسوط قوي اننا هنتجوز. وانا عمر الحق، اهلي هنا وجايين علينا. ما تقلقيش، محدش يقدر يأذيكي خلاص. اسراء انت عايشه يا حبيبتي؟ زياد لما قال لنا ما صدقناهوش، انت كنتي مستخبيه فين؟ ومين الواد ده؟ ده عمر. ثانيه واحده، انت علامتك سودا ليه؟ انت غيرتيها بالميك اب تاني؟ لا طبعا. اسراء انا اسف، بس هو ده كان المفروض يحصل من الاول. زياد لا استنى، علامتي سودا. زياد انت وقعت على الارض ليه؟ انت عملتي فيه ايه يا اسراء؟ ما عملتش حاجه، هو ده كان مصيره من الاول. لا خلاص انا مش هتفاجئ، انا اتعودت. هي دي لعنه؟ ده انا محتاجاها جدا، انا اصلا هبله، انا معلمه ايدي اليمين ان هي اللي باكل بيها. صباح الخير يا ماما. يا صباح الفل. ايه ده انت عامله فطار؟ يعني مش هتقولي لي جيبي مولتو زي كل يوم؟ لا ما هو انا النهارده بقى صاحيه مبسوطه فقلت اروق عليكم. يا ستي ربنا يبسطك. ليه يعني؟ حرام عليكي، ده انا بطني نشفت من اندومي. طيب ماشي ماما، سلام عشان انا متاخره. لازم تاكلي لقمه حتى. سلام يا ماما. هات يا عم واحد اندومي بالكاري زي كل يوم. ايه ده ماما؟ غريبه يعني، عمرها ما اتصلت دلوقتي. ايه ده؟ هي معهاش رصيد ولا ايه؟ اقفل واتصل انا؟ خلاص يا عم ما تزقش اهو. انا ما بقيتش فاهمه، هو الفيزياء اللي صعبه ولا انا اللي غبيه؟ اهو اهم حاجه انه اليوم خلص. يا اسراء ناويه تعملي ايه النهارده؟ مفيش، هروح عادي. طب ايه رايك تجيلي البيت وتتغدي عندي؟ لا والله تعبانه جدا. ليه بس؟ ده احنا هنتبسط. انا زهقت منك. ليه بس؟ انا عملتلك ايه؟ لا لا مش انتي، وعشان اثبت لك يا ستي انا هاجي ابات عندك النهارده، بس خلي مامتك والنبي تعمل اكله حلوه. بس كده عينيا. مش كنتي تقولي يا ساره انكم عاملين قلقاس؟ ده القلقاس حلو جدا. هو انتوا مستنيين حد؟ يا اسراء. ايوه يا طن. مامتك على الباب وشكلها متعصبه قوي. حاضر جايه. اسراء تعالي هنا حالا، في حاجه لازم تعرفيها بسرعه. يا ربي وانا اعمل ايه دلوقتي؟ ساره ينفع تهربيني؟ يخرب بيتك عملتي ايه؟ دي مامتك شكلها عايزه تنفخك. هشرح لك بعدين، اهم حاجه اوعي تقولي لماما ان انا خرجت من الباب اللي ورا. ها حاضر ما تقلقيش. تمام. يا ربي انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا حتى ما عنديش مكان اروح. بيتنا القديم
ده مهجور من ساعه لما سبناه، وانا بصراحه بقى خاف اروح. عندك حق، هو ده المكان الوحيد اللي ماما عمرها ما هتفكر ان انا فيه. يا رب انا ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا اصلا بخاف من الضلمه. يوه كنت عايزه اعيش الجو. اديني جيت اهو، على الله بقى ماما ما تلاقينيش. تكونيش عايزاني اعمل لك كيكه؟ طيب ماشي. ايه ده؟ الحله دي مستخدمه من قريب، وكمان التلاجة فيها اكل. هو في حد في البيت ده ولا ايه؟ هي ماما هنا؟ ماما! ايه ده؟ دي مذكرات ماما. انا اسفه يا اسراء، انا مش قادره افهم ليه تحذيراتي من المستقبل عايزاني اذيكي. انا مش هقدر اعمل كده، بس الاكيد انه ده الاحسن ليكي. اخيرا يا اسراء لقيتك. ماما انت كنتي فاكره ان انا مش هعرف انت فين ولا ايه؟ تعالي هنا. انا مستحيل احبسها في البيت. انا بقالي 4 ساعات بمشي، تعبت قوي. هشتري حاجه ازاي وانا فلوسي خلصت، وكمان هموت من الجوع، وكل ده بسببك. انت عايزاني ابقى حراميه؟ انا مستحيل اعمل كده. انت مش كويسه زي ما انا كنت فاكره. ماما لا هرد، انا ما بقتش واثقه فيكي. الو، اخيرا رديتي يا اسراء. التحذيرات من المستقبل كلها فيها مشكله وبتدي معلومات غلط، اوعي تسمعي كلامها. انا كنت عارفه. انا اسفه يا ماما، انا جايه حالا. كده حساب حضرتك 200 جنيه. حبيبتي انا اسف قوي، بس انا مش معايا فلوس تكفي. ولا يهمك يا حبيبي، انا هدفع ما تقلقش. اتفضلي. انا اسف ان انا احرجتك في المحل، بس انتي عارفه ظروفي. لا طبعا ما تقولش كده، انا عارفه ان انت لسه مش لاقي شغل، وان انا لازم اقف جنبك. بكره هتعرفي انا معايا كام في حسابي اللي في البنك. حاولي ما تتصدميش. انت مش محتاج تشرح لي اي حاجه يا عمر، انا كده كده حبي ليك مش هيتغير. لا طبعا مش هسيبه يا ماما، حتى لو معاه نص جنيه برضه مش هسيبه. استني بقى يا ماما عشان الرقم هيظهر. يا رب ما يطلعش معاه رقم قليل قوي عشان ما يتكسفش قدامي. نعم 50 ايه؟ ده انا مش عارفه اقرا الرقم اصلا. لا 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 لا، دي اكيد غلطه، اكيد هم كتبوا لي فلوس واحد تاني بالغلط. عمر اسراء ظهر لك الرقم؟ ايه ده؟ العربيه الفراري دي بتاعت مين يا عمر؟ دي بتاعتك، انا جبتها لك هديه. بجد؟ انا برضو عايزه افهم انت كدبت عليا ليه؟ انا هشرح لك كل حاجه. انا خبيت عليكي عشان بحبك. والله؟ وخليتني احاسب على الاكل في كل مره نخرج فيها عشان بتحبني برضو؟ يا شيخ ده انت خليتني ادفع لك ايجار شقتك لمده 6 شهور. انا عارف انك استحملتي عشاني كتير، وصدقيني انا هعوضك عن كل ده. طب وانت عملت كده ليه اصلا؟ عشان كنت بختبرك. بتختبرني ازاي يعني؟ انا مفيش بنت حبتني او قربت مني الا عشان الفلوس، وانا كان نفسي ولو لمره واحده بس ان بنت تحبني عشان نفسي، عشان شخصيتي زي ما انت عملتي كده يا اسراء. بس انا خلاص هعوضك، واول حاجه هعملها ان اوريكي بيتي الحقيقي اللي هيبقى بيتنا قريب. بتهزر؟ انت عندك KFC في البيت؟ ايوه، وفي فرع الماكدونالدز في الدور اللي فوق. خلاص سامحتك. ثواني يا حبيبتي هرد على التليفون. براحتك براحتك. هو انا بحلم ولا ايه؟ ايه ده؟ اسراء انا كسبت صفقه مهمه جدا. طب وانت متضايق ليه؟ اسراء انا في حاجه مهمه جدا كنت مخبيها عليكي. انت في خطر، ما ينفعش تقولي لاي حد مهما كان مين اني مليونير. ليه يعني؟ عشان انا عندي اعداء كتير وهيحاولوا يوصلوا لفلوسي باي طريقه. طب والناس دي ممكن تعمل فيا انا حاجه؟ معرفش، بس احنا لازم ناخد بالنا كويس. انت لازم توعديني دلوقتي يا اسراء انك مش هتقولي لاي حد انا معايا كام. خلاص خلاص، انا مش هقول لاي حد ايا كان مين، بس انا ليا عند حضرتك فلوس كتير قوي، وبما ان معاك مبلغ زي ده فانا عايزه فلوسي دلوقتي. اكيد طبعا، خدي الفيزا بتاعتي اشتري بيها اللي انت عايزاه. اشتري اللي انا عايزاه؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه، بس اهم حاجه ما تقوليش لاي حد. اسراء وحشتيني قوي. غادة انت كمان يا حبيبتي. هو خطيبك فين صحيح؟ عادي يعني في الشغل. ليه؟ اخيرا لقى شغل. ده انت كنتي صعبان عليا قوي، ما كانش بيشتري لك اي حاجه خالص. لا وكمان كنتي بتصرفي عليه. على فكره بقى هو بيشتري لي كل حاجه، وكمان هو اكبر مليونير مليونير، وكمان هو اكبر مليونير مليونير. جبتي كل اللي نفسك فيه يا حبيبتي؟ ايوه اكيد طبعا. برضه مش كفايه، خدي انا جبتلك السلسله دي هديه. الله حلوه قوي. ايوه يا غاده عايزه ايه؟ عايزه اقولك ان كلها نص ساعه وكل الناس تبقى عارفه انه حبيب القلب مليونير. الاوردر وصل يا فندم. تمام. حسابك كام؟ لا ما هو مش انت اللي هتدفعي الحساب. اما نشوف بقى حبيب القلب ممكن يضحي بالفلوس عشانك ولا لا. اسراء
انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي الساعة 3 الفجر؟ انا مش اسراء، ولو عايز تسمع صوتها تاني هتحول لي 10 مليار جنيه دلوقتي حالا. ايه؟ قدامك 5 ثواني عشان تقرر، والا لا 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 هحولهم لك. خلاص حولتهم، دورك انك تخليني اكلمها. عمر انا اسفه، انا اللي قلت الغدا مش مشكلة يا اسراء، انا كنت عارف ان ده هيحصل فعملت حسابي. فاكرة السلسلة اللي انا اديتها لك هدية؟ ايوه. دي مش سلسلة يا اسراء، ده جهاز تعقب. سلم نفسك، المكان كله محاصر.